هنا أيها الإخوة فيما حدث في أبو زعبل يتجسد الصراع بيننا وبين العدو، تتجسد حقائق الصراع وتتجسد معاني الصراع وتتجسد أهداف الصراع. بجوارنا هنا في أبو زعبل تقوم الشركة الأهلية للصناعات المعدنية بأبو زعبل. تكلف هذا المصنع حوالي 5 مليون جنيه دفعها الشعب المصري الذي عاش طول عمره يبني للسلام وللحضارة وللحرية. يعمل في هذا المصنع 2000 عامل، أجورهم في السنة حوالي 1,000,000 جنيه، يرعون أو يعولون 2000 أسرة طيبة عاملة مكافحة. مصنع ناجح يتصل العمل فيه 3 ورديات تستغرق كل 24 ساعة في اليوم. ينتج هذا المصنع 75,000 طن من حديد التسليح الذي يستخدم في البناء، وبالتالي فإن المصنع كله يكاد أن يكون رمزا حيا لأمل التشييد والتعمير. هذا هو المصنع الذي بنيناه وعملنا فيه ووجهنا طاقته إلى خدمة الحياة. فلننتقل أيها الإخوة إلى ما حدث لهذا المصنع. صباح يوم 12 فبراير الماضي فجأة وعلى ارتفاع منخفض تسللت طائرات الفانتوم التي أرسلتها أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل سنة 69، تسللت وتوجهت إلى هذا المصنع بنيرانها بالصواريخ وقنابل النابالم والقنابل الموقوتة زمنيا. وبعد دقائق أيها الإخوة كان أحد العنابر الرئيسية في هذا المصنع صورة للدمار والموت، وكانت الخسارة تقدر ب350,000 جنيه، وكانت الخسارة 88 عاملا شهيدا، 150 عاملا جريحا. الآلات التي كانت في هذا العنبر تحطمت ومزقتها الانفجارات، وكانت جروح الجرحى جروح محرقة أحدثتها نيران قنابل النابالم التي أمدت بها الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل. وكانت القنابل الموقوتة القنابل الزمنية مدفونة في الأرض، وهذه القنابل أمدت بها الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل، ولم يكن لها من هدف إلا أن تكون مصيدة موت ودمار أخرى للقادمين من فرق الإنقاذ والإسعاف. أيها الإخوة، هذا هو العدو الذي يقاتلنا والذي يتحتم علينا ولا مفر أمامنا من أن نقاتله. المصنع وما يمثله من طاقة البناء هو ما نمثله نحن، ما تمثلهم أنتم الشعب الطيب الذي عمل دائما من أجل السلام ومن أجل البناء. والصواريخ والنابالم والقنابل الزمنية الموقوتة هو ما يمثله العدو ومن هم وراء العدو ومن يمدون العدو بأسلحة الدمار وقنابل الدمار. هذا هو موقفنا وذلك هو موقفه. أيها الإخوة، نحن نبني طاقة الحياة والأمل والحرية، والعدو يفجر القوى المدمرة للقتل والحريق والخراب. أيها الإخوة، هذه هي معركتنا مع عدونا ومع من هم وراء عدونا. طويل أيها الإخوة كان ذلك كله شخصية وطابع ومنطق العدو والقانون الذي يحكم تصرفه من قبل سنة 48. وفي سنة 48 من مذبحة دير ياسين وقبل مذبحة دير ياسين كلنا نعلم في مذبحة دير ياسين قتلوا الأطفال وبقروا بطون الحوامل وقطعوا رؤوس الرجال لكي يبثوا الذعر في قلوب الشعب الفلسطيني.
حتى يخرج هذا الشعب من أرضه، ولكي يهرب من بيوته ومزارعه طلبا للنجاة، حتى تخلو الأرض والبيوت للذين لا تربطهم بفلسطين صلة إلا صلة الخرافة المدعاة، تبحث عما كان لفترة قصيرة من الزمان قبل أكثر من 2000 سنة، وتنسى ما كان حقيقة واقعة لآلاف السنين في فلسطين. كنا نحن العرب نريد أرضنا ونريد السلام عليها والحرية من حولها، وكانوا يريدون أرضنا ولا سبيل لهم إلى ذلك حتى يستولوا على الأرض إلا القتل، ولم يكونوا يخفون رغبتهم في القتل حتى تخلو الأرض الطيبة الطاهرة لمطامعهم وأحقادهم. أيها الإخوة، إن زعماء إسرائيل لم يخفوا ذلك. الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي مش بقوله من عندي، مش بقوله استنتاج، مش بقوله عبارة عن نقط متفرقة، ولكن قادة إسرائيل وزعماء إسرائيل قالوا هذا الكلام في سنة 48 وقبل سنة 48 وبعد سنة 48 وفي سنة 67 وبعد سنة 67. أكثر من واحد من زعماء إسرائيل وقف وقال علنا قدام الرأي العام العالمي كله: نحن نريد أرض العرب، فكيف نأخذ أرض العرب من العرب؟ هل نقنع العرب بأنهم يتركوا لنا أرضهم بالمنطق والحجة؟ ذلك لا يصلح، والسبيل الوحيد إذن هو أن نقتل وأن نثير الرعب والخوف، وليس في ذلك ما ينبغي أن نخجل منه أو نداريه تحت الشعور بوخز الضمير. هذا هو طريقنا، طريق زعماء إسرائيل إلى ما نريده إذا كنا نريده ونحن نريده. هذه أيها الإخوة بالحرف الواحد أقوال أكثر من زعيم من زعماء إسرائيل، سواء من السياسيين أو من العسكريين. مناحم بجين زعيم أحد الأحزاب قال هذا الكلام في إسرائيل، موسى ديان قال هذا الكلام في إسرائيل، وايزمان أخيرا قال هذا الكلام في إسرائيل. قال إحنا يجب علينا أن نخجل حينما يقال أن هذه الأرض محتلة، ويجب علينا ألا نقبل أن نقول أن هذه الأرض العربية، يقصد بهذا الضفة الغربية وسيناء والجولان وكل الأرض التي احتلتها إسرائيل في سنة 67 هي أرض محتلة. قال هذه ليست أرض محتلة، لأن هذه الأرض هي أرضنا، ويجب ألا نشعر بتوبيخ الضمير حينما نقول هذا. وقال أكثر من هذا إن إسرائيل هي التي حددها هرتزل في مشروعه، أي إسرائيل بين النيل والفرات. هذا الكلام ليس بالكلام الجديد، ولكنه كلام قديم قيل في مناسبات، وهذه الأقوال لم تقتصر على الأقوال بل اقتصرت على الأفعال. في سنة 48 كانت دنيا سين، في سنة 56 كانت كفر قاسم والمذابح التي حصلت في كفر قاسم، وكانت مذابح خان يونس والمذابح التي حدثت في قطاع غزة. سنة 67 المذابح التي حدثت في قطاع غزة، والمذابح التي حدثت أيضا في خان يونس، والمذابح التي حصلت في جميع المناطق المحتلة من الأرض العربية. أيها الإخوة، هذا هو الدرس الذي يجب علينا أن نتعلمه، والذي يجب علينا ألا ننساه. منطق العدو، أقوال العدو، أفعال العدو. وسوف نواصل معا الدرس الذي يعطيه لنا دائما تطور الصراع، لأننا أيها الإخوة اليوم وأكثر من أي يوم آخر يجب أن نكون على بينة وعلى نور، فذلك وحده سوف يثبت إيماننا وسوف يعطينا اليقين الذي يشد عزمنا ويقوي إرادتنا ويستحق تضحياتنا. قد كانت كثيرة وسوف تكون في المستقبل أكثر. التضحيات التي مرت على طوال السنين الماضية، قبل سنة 48 في فلسطين، وبعد سنة 48 في فلسطين، وهنا في مصر، وعلى الجبهة وفي كل مكان.